السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهارده مع بعض طريقة اللكلوك ده. طريقة لكلوك مقاس مواليد. اللكلوك ده زي ما انتم شايفين شبه البوت، هيعمله برباط. هنقدر نكبر المقاس زي ما احنا عايزين. قبل ما نبدأ لو انتم مش مشتركين في القناة يا ريت تشتركوا، لو عجبكم الفيديو يا ريت تقولوا لي في الكومنتات وتعملوا لايك. اول حاجة معانا خيط برنس السوفتي، هو من خيوط الصوف وهو قريب من خيوط الهيمالايا. تاني حاجة معانا إبرة سيليكون مقاس 3 ملي. هنبدأ نسحب الخيط ونبدأ نشتغل أول سطر من سطور اللكلوك، وهو عبارة عن حلقة سحرية زي ما احنا متعودين في بداية أي حاجة دائرية. بنبتدي بالحلقة السحرية وهنبدأ نطلع 3 عواميد بلفة، 3 سلاسل، ودول كأنهم عمود بلفة. أول عمود بلفة معانا، وهنعمل معاهم بعد ال3 سلاسل هنعمل 13 غرزة عمود بلفة. فكده يبقى عندنا 3 سلاسل ارتفاع كأنها أول عمود، وبعدها 13 غرزة عمود بلفة. يبقى عندنا المجموع في السطر الأول 14 غرزة عمود بلفة. ده طبعا المقاس اللي هيبقى مناسب لبداية اللكلوك ده. ممكن طبعا تزودوا لو انتوا حابين تزودوا، بس يبقى عدد يقبل الاسم على الاتنين. هنا وصلنا لنهاية السطر. خلصنا، بقى عندنا عدد 14 غرزة عمود بلفة، وهنقفل بغرزة منزلقة في ثالث سلسلة من سلاسل الارتفاع اللي احنا عاملينها. هنعمل بعدها في سلاسل الارتفاع هنعمل وراها غرزة منزلقة كأنها بريد أمامي عشان نرتفع، كأن ده أول عمود بلفة عاملينه بريد أمامي بالمنظر ده. 1 2 3 كده عملنا أول بريد أمامي. ورا نفس السلاسل الارتفاع هنعمل بريد أمامي برضو. تاني حاجة هنعمل برضو ورا كل عمود يقابلنا هنعمل وراه 2 بريد أمامي. ده شكل البريد أمامي. بنلف الخيط ونرجع ورا العمود، بنيجي من ورا العمود مش بننزل تحته، بنبقى بنلف من وراه. يا رب يكون واضح الشكل. هنشتغل ورا أول ست غرز عمود بلفة بنفس الطريقة بالشكل ده. هنتزايد يعني ورا كل عمود بلفة هنشتغل 2 بريد أمامي. فهيبقى المجموع عندنا ال6 عواميد بلفة، عملنا فوقيهم 12 غرزة بريد أمامي. كده عملنا 3 اللي هو عبارة عن 6 بريد أمامي. يعني هنكمل 3 كمان، وكده خلاص خلصنا أول 6 عواميد بلفة. العمود السابع اللي هيقابلنا هنعمل عليه 2 بريد خلفي بالشكل ده. هنلف الخيط ونرجع من ورا العمود ونشد الخيط ونسحب كأنه عمود بلفة بس بريد خلفي. تمام. ال6 غرز الباقيين هنكملهم بريد أمامي بالشكل ده برضو متزايدين، كل غرزة عمود بلفة وراها أو عليها 2 بريد أمامي بالشكل ده. طبعا قلنا لازم العدد يقبل الاسم على الاتنين عشان احنا قسمناهم. الجزء الأولاني هيبقى عمود بريد أمامي، وبعدين في النص فيه فاصل غرزة واحدة بريد خلفي، وبعدين الغرزة الأخيرة برضو هنعملها بريد خلفي عشان دول يبقوا الجنبين بتوع اللكلوك. هنا ده بيبقى مقابل للشكل كده زي ما احنا شايفين، ده مقابل اللي هو ده كأنه ايه الجنبين بتاع اللكلوك هنا من هنا وهنا. لكن البريد الأمامي هو عبارة عن وش قاعدة اللكلوك. تمام. هنعمل آخر واحدة بريد خلفي، هنعمل طبعا وراها 2 بريد خلفي. كده هيبقى العدد هنطلع في غرزة، هنسحب غرزة منزلقة. كده قفلنا السطر ده. كده بقى عندنا 12 غرزة بريد أمامي، وبعدين 2 بريد خلفي، وبعدين 12 غرزة بريد أمامي، وبعدين 2 بريد خلفي. هنرتفع زي ما احنا ارتفعنا في السطر اللي فات برضو. عملنا منزلقة فوق أول غرزة وكأنها بريد أمامي. وهنا بقى مفيش تزايد خلاص. كده ده نهاية التزايد عندي. هو كان في سطر واحد بس، تزايدنا في كل الغرز. هنا فوق كل غرزة عمود بريد أمامي هتبقى في بريد أمامي واحد بس. طبعا لو احنا حابين نزود المقاس بنفضل ان احنا نزود لحد ما نوصل للمقاس اللي احنا حابينه في اللكلوك.
هنا وصلنا لنهاية السطر، وهكرر بقى السطر ده فوق العمود، فوق البريد الأمامي بريد أمامي، وفوق البريد الخلفي بريد خلفي، من غير أي تزايد ولا أي تناقص ولا أي حاجة. هفضل أكمل لحد ما أخلص وش اللكلوك. هنا كملت حوالي كان 11 سطر من البريد الأمامي والبريد الخلفي، فوصلنا لنهاية السطر ال11. وكده خلاص وصلت للارتفاع اللي أنا عايزاه في وش اللكلوك في المقاس ده. طبعا في جدول للمقاسات لو احنا مش عندنا مقاس، بس طبعا الافضل ان احنا ناخد المقاس من يعني لو رجل قدامنا ممكن ناخد المقاس منها احسن، ونشوف المنطقة بتاعت وش القدم قد ايه، واعمل قدام واعمل بالمقاس ده سطور. طبعا لو مش موجودة فهحط لكم الجدول هنا عشان ممكن تاخدوا منه المقاسات وتقدروا تطبقوها لو احنا مش معانا المقاس بتاع الرجل. تمام. هنا بقى هلف الشغل وهبدأ اشتغل آه، منطقة الكعب فقط. خلاص خلصنا، يعني هنبقى نشتغل ناحية واحدة، مش هنشتغل لكلوك مقفول، هنشتغل بقى الحتة المقفولة اللي هي منطقة الكعب. اللي قدام اي حاجة هتقابلنا هنشتغل نفس يعني اللي قابلنا دلوقتي عمود امامي بريد امامي هنشتغل بريد امامي، واللي هيقابلنا بعده بريد خلفي هنشتغل عليه بريد خلفي زي ما ظاهر لنا في الناحية دي. مش هنشتغل زي ما كنا بنشتغل الناحية التانية. فبس طبعا من غير برضو تزايد ولا تناقص ولا اي حاجة. هنبدأ نشتغل بريد خلفي فوق البريد خلفي، ولو قابلنا بريد امامي هنشتغل فوقيه بريد امامي. ممكن ابقى انزل شورت صغير طريقة البريد الامامي والبريد الخلفي ب... يعني بطريقة بطيئة شوية عشان لو حد مبتدئ ومش عارف يطبق معانا. هنا وصلنا لنهاية السطر الاولاني. انا هشتغل في منطقة الكعب، هاخد البريد الامامي وهاخد غرزة واحدة والبريد الخلفي، وهاخد غرزة واحدة من هنا ومن هنا. هشتغلهم رايح جاي بريد امامي وبريد خلفي رايح جاي. هنا قدامنا 3 غرز هشتغلهم مع بعض. طبعا زي ما قلنا اللي بيقابلني بشتغله زي ما انا شايفاه، يعني ظاهر لي بريد امامي فهشتغل بريد امامي، ظاهر لي بريد خلفي فهشتغل بريد خلفي. هكمل شغل بقى بنفس الطريقة كده برضو عدد سطور حوالي 7 سطور في منطقة الكعب زي ما قلنا زي المقاس اللي احنا حابينه. هبدأ ارتفع. طبعا مفيش بلف الخيط وبرجع تاني اكمل، ما بقفلش يعني بمنزلقة ولا حاجة، لان الحتة الاولانية دي خلاص بقت وش القدم فما بقتش هتقفل، يعني التانية بقى بقية الكعب. هنا عملت منزلقة فوق اخر غرزة وارتفعت 3 سلاسل، واللي بيقابلني قدامي بريد خلفي فاشتغلت بريد خلفي، وبعد كده منطقة الكعب الكبيرة دي بقت كلها بريد امامي فهشتغل السطر ده بريد امامي. اشتغلت بقى هنا عدد من السطور. اشتغلت هنا عدد من السطور لحد ما وصلت لآخر سطر، وآخر سطر ده هشتغل في أول 6 غرز من غير تزايد ولا تناقص بريد خلفي. اشتغلت في أول 6 غرز من السطر بلا تزايد ولا تناقص، وتاني 6 غرز هتناقص فيهم، وآخر 6 غرز مش هنتناقص فيهم. طبعا زي ما قلنا إن هنا عدد الغرز 18 غرزة بريد أمامي وبريد خلفي بشتغلهم في منطقة كعب الرجل. اشتغلت اول 6 فقسمتهم على ال3. اول 6 من غير تزايد ولا تناقص، بعدين تاني 6 هنتناقص فيهم بالشكل ده. هنبدأ ان احنا نتناقص في الغرزة رقم 7 و8. نسحب من الخيط ويفضل لفتين على الإبرة، هنشد الخيط ونعمل تناقص في البريد الخلفي اللي بعده ونقفلهم كأنهم غرزة واحدة. هتناقص في الغرزة دي واللي بعدها واللي بعدها، يبقى كده بقى عندي تناقص في 6 غرز، يعني كل غرزتين كأنهم غرزة واحدة. وبعد كده هنبدأ نشتغل الغرز اللي بعدهم. تناقصت زي ما انا بقول لكم في 3 غرز وفي 6 غرز، والست التانيين هيبقى بلا تناقص ولا تزايد. فانا قسمت منطقة الكعب ل3 اقسام، يعني 3 غرز 3
ل3 مجموعات، اول مجموعة ما تناقصتش فيها، وتاني مجموعة تناقصت فيها، واخر مجموعة ما تناقصتش فيها. تمام. هنقفل بقى، هنضم الخيط كده على بقى، هنضم الطرفين كده. ده كان اخر سطر عندنا في اللكلوك. هنضم الطرفين ونبدأ نقفل بغرزة منزلقة. نسحب الخيط كده ونبدأ ان احنا تحت كل سلسلة، غرزة سلسلة من السلاسل دول، هنبدأ ان احنا نشد الخيط ونقفل بمنزلقة. ممكن نقص الخيط وننضفها ونخيطها بإبرة التنظيف، او ممكن نعملها بالطريقة دي، او ممكن نعملها بغرزة حشو. يعني في كذا طريقة لتقفيل الكروشيه او تخيط الطرفين الكروشيه. انا عملتهم هنا بغرزة منزلقة، بقت بالشكل ده. ده كده شكل اللكلوك عندنا. لسه هنعمل بقى الشكل اللي فوق ده كده كأنه كنار او معصم او استك علشان يقفل على رجلي وما ينزلش منها. هنشبك الخيط، ممكن نشبكه بقى في الخطوة دي، ممكن نغير اللون او ممكن نعمله بنفس اللون عادي. انا هعمله طبعا بنفس اللون زي ما واضح. هشد الخيط وهطلع 3 سلاسل، واي عمود هيقابلني هبدأ اشتغل عليه بريد امامي. هشتغل طبعا السطر الاستك ده هعمله كله بريد امامي، مفيش فيه بريد خلفي خالص، علشان يبقى يعني شبه الاستك شوية. هبدأ ان انا اي عمود يقابلني، بريد امامي يقابلني، هشتغل عليه بريد امامي زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. هو هيبقى طبعا ظاهر لي بريد امامي، بس هو كان في الشغل كان بريد خلفي واحنا شغالين. هنبدأ ان احنا نكمل بالشكل ده لحد ما نوصل لمنطقة وش اللكلوك. وهنا ممكن ان انا اسحب، انا اتناقص واسحب غرزتين مع بعض بريد امامي، او ممكن ان انا اكمل على حسب. يعني لو الاستك واسع ممكن ان انا اتناقص واضيقه شوية. بس كده هكمل بقى بنفس الطريقة، داير ما يدور عدد سطور. زي انا كملت سطرين في اللكلوك ده عشان ما يبقاش طويل قوي وما يبقاش برضو قصير. وانا كده كده هعمل له رباط يعني، فان شاء الله مش هيقع يعني من رجل. بس كده هكمل بقى لنهاية السطر عدد من البريد الامامي، من غرز البريد الامامي، وهعمل عدد السطور زي ما انا عايزه. هنزل لكم في نهايه الفيديو جدول المقاسات عشان تحددوا لو انتوا حابين تعملوا مقاس لكلوك كبير، فتشوفوا مقاساتكم هتعملوا كام غرزه او كام سنتي من الغرز. بس كده قفلنا منزلقه. ممكن بقى نعمل له زي ما انا عامله في اللكلوك الفرده التانية رباط كده. بس يعتبر اللكلوك خلص والرباط خلص. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك، ويا ريت تقولوا لي في الكومنتات حابين ننفذ مع بعض ايه الفترة الجاية. ده كده كان شكل اللكلوك بعد ما خلصنا السطر التاني. خلاص هنقص الخيط ونسحب، وكده خلاص هننضف. طبعا الخيط تنظيفه سهل جدا، اللكلوك ده مزايا يعني. انا ما بحبش التنظيف الشغل قوي، فده تنظيفه سهل قوي لان الغرز بارزة شوية، فسهل جدا ان احنا ننضفه يعني. وسهل ان احنا طبعا زي ما انا هقول لكم ان احنا ندخل الرباط كده بين الغرز، بين كل 3 غرز بريد امامي والتاني. ممكن نسحب كده. المفروض ان احنا نكون عملنا الرباط وهسحبه بالابره، او ممكن اعمله بابره الضم طرفه واعمله بابره التنظيف. بس كده ده كان فيديو النهارده، عملنا مع بعض اللكلوك الصغير ده. يا رب يكون استفدتوا ويكون الفيديو عجبكم. قولوا لي في الكومنتات حابين ننفذ مع بعض ايه الفتره الجايه. بس كده، مع السلامه.